تدرون بليغ حمدي اجى الكربلاء حتى يسمع الأطميات؟ الملحن المصري الكبير بليغ حمدي طلب من الفنان سعدون جابر أن يزور مدينة كربلاء. سعدون جابر استغرب، قال له شو تسوي بكربلاء؟ جاوبه بليغ أنا أريد أروح الكربلاء حتى أسمع الردات الحسينية لأن بيها روحية عظيمة. وفعلا اجى بليغ حمدي للعراق، لكن سعدون جابر كان عنده التزام عمل، فكلف الفنان فاضل عواد أن ياخذه يوديه على كربلاء، وراح الكربلاء وبقى هناك يومين يسمع للأناشيد واللطميات في مراسيم عاشوراء. بعد إن أنهى زيارته في كربلاء وعاد إلى بغداد، سئل سعدون جابر شنو رأيك بزيارتك لكربلاء؟ جاوبه إنه هذا المسجل اللي ماخذه وياي يحمل كنز كبير. بليغ حمدي أخذ وياه مسجل سجل به الأشياء اللي سمعها هناك. باعتقادكم أي من الأغاني لبليغ حمدي استوحاها من روحية اللطميات في كربلاء؟ يا حبيبي اللي له سما ونجومه وقمره قمره سهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا.